اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة جميل جدا لاننا هنتعلم فيه ازاي نفعل برنامج انترنت داونلود مانجر الغني عن التعريف مدى الحياة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ده اكيد ما تنساش اللايك الجامد، ويلا على طول نخش في الفيديو. ازيكم مرة تانية، يا رب تكونوا كويسين. رمضان كريم عليكم. فيديو النهاردة تعالوا نعرف فيه طريقة تفعيل برنامج IDM او انترنت داونلود مانجر مدى الحياة بابديتس هتجيلك من غير كراكات ومن غير اي حاجة. اكيد طبعا مفيش طريقة غير انك تشتري البرنامج. بس ثواني قبل ما تقفل الفيديو وتقولي انا هشتري البرنامج ليه والكلام ده كله، بغض النظر عن ان الكراك ده حلال ولا حرام والحاجات دي، لان انا ما عنديش يعني اي حاجة اقولها لك انه حلال ولا حرام. ولكن تعالى بس اقولك شوية المميزات من بحر المميزات الكتير اللي انت هتاخدهم لو انت اشتريت البرنامج واستثمرت ودفعت في البرنامج. اول حاجة عايز اوضحها ان الفيديو ده ما هواش اعلان خالص، والشركة ما اتكلمتش معايا خالص علشان اعمل لهم اعلان، بس عايزين يتكلموا مفيش مانع يعني. المهم اول ميزة هتاخدها انك هيجيلك ابديتس على طول على البرنامج. اي ابديت هينزل هيجيلك، فانت مش تقلق من حته الابديتس دي تماما. الابديت والكلام ده هيبقى سهل جدا. تاني حاجه انك هتبعد نفسك عن الكراكات، وخاصه لو انت صانع محتوى. وصناع المحتوى بيحصل لهم دلوقتي هجمات كتيره جدا جدا. للاسف الهجمات دي طريقه منها انك تكون مفعل برنامج بكراك، يبقى فيه حاجه زي تروجن كده على البي سي بتاعك، يقدروا من خلالها انهم يبقوا ادمن زيهم زيك ويخترقوا الحسابات بتاعتك. علشان تأمن نفسك لازم طبعا ما تستخدمش اي حاجة فيها كراك لو انت صانع محتوى، او حتى لو انت شخص بتتصل بالانترنت. الحاجة التالتة، انت بتقدم دعم للناس اللي بتصنع البرنامج دي. الناس اكيد عاملة البرنامج علشان تكسب من وراه ويبقى لقمة عيش ليها. تخيل كده وحط نفسك بدل الناس اللي عملوا البرنامج ده، شايفين شغلهم وتعبهم وسهرهم والبرمجة اللي بيعملوها كل شوية والتطورات اللي بيعملوها في البرنامج عشان يشتغل على كل المتصفحات ويحمل لك اي حاجة انت عايزها من الانترنت. كل ده بيتسرق وبيروح لحد تاني. هنا بيروح لحد تاني لان اللي بيديك كراك ده هو بيستفاد منك وبيستفاد استفادات كتيرة جدا. بس علشان تكون عارف يعني هو ما بيدهلكش علشان انت يعني ما معكش فلوس انك تشتري البرنامج. اخر حاجة ان تمن البرنامج مش غالي اطلاقا. تمن البرنامج 30 دولار او 450 جنيه، تمن بسيط جدا جدا تقدر تحوشه وتشتري البرنامج. الاحسن من ده كله البرنامج بتشتريه مرة واحدة بس مدى الحياة. هي بتدفع 450 جنيه 30 دولار مرة واحدة، وما بتسألش ما بتدفعش اي حاجة تاني، والبرنامج بيبقى معاك والدنيا زي الفل وبسيطة جدا. وطريقة شراء البرنامج سهلة جدا جدا جدا، وهو ده اللي هنوضحه على البي سي بتاعنا. ده مش بس كده، ده كمان انت ممكن تدفع بفودافون كاش، ممكن تدفع بفوري، ممكن تدفع بكل وسائل الدفع المتاحة عندنا في مصر. ده ليهم كمان وكيل حصري موجود في مصر. كل ده هنشوفه من خلال البي سي بتاعنا. فيلا نشوف الطريقة ازاي. اول حاجة هنعملها ان احنا هنبحث كده عن كلمة انترنت داونلود مانجر. بعد كده هنروح هنا لاول لينك معانا وهندوس عليه. بعد كده هاجي من القائمة اللي فوق دي في الموقع الرسمي وادوس على كلمة باي. هنا طبعا بيجيب لي قائمة الاسعار، وقائمة الاسعار دي متصنفة يعتبر الى حاجتين. اول حاجة منهم انك تشتري نسخة لمدة سنة واحدة. الحاجة التانية انك تشتري نسخة مدى الحياة. طبعا فايدة انك تشتري نسخة مدى الحياة هي بتكون اغلى شوية، بس هي طبعا لايف تايم او مدى الحياة، فانت مش تدفع فلوس غير مرة واحدة بس. لكن التانية دي انت تشتريها كل سنة هتدفع نفس المبلغ. بس في حاجة حلوة هنا الموقع عاملها، وهو بيقدم لك اوفر. لو انتوا اتنين اصحاب هتشتروا، لو انت تشتريها لمدة سنة واحدة انت وصاحبك هتوفر، كل واحد فيكم هيوفر 35 جنيه. يعني اللايسنس هنا هيبقى سعرها 150 جنيه لكل واحد فيكم بدل 185. وبرضو لو انت هتشتريها انت وصاحبك نسخة مدى الحياة، كل واحد فيكم هيوفر 80 جنيه. يعني كل واحد هيدفع 305 بدل ما يدفع 385. بس في حالة انا عشان انا لوحدي فانا هختار لايف تايم لايسنس فور 1 بي سي وهكليك على continue.
طبعا انا جربت ادفع بالفيزا كارد بتاعتي لكن ما نفعش، فعشان كده انا افضل يعني ان انا ادفع عن طريق الباي بال. طبعا في فوري ممكن تدفع بالسكريل، ممكن تدفع بالبيتكوين، ممكن تدفع بحاجات كتير جدا، بس خلونا نختار الباي بال. يعني انا بثق جدا في الباي بال. نروح هنا على باي بال وهقول هيعمل على طول ريدايركت كده وهيودينا على الباي بال. زي ما انتم شايفين هنا بيجيب لي البيانات بتاعتي، بيقول لي انك هتدفع 24.95 دولار، يعني تقريبا كده 25 دولار. ال 25 دولار في الباي بال هيحسبهم عندي ب 407.23 قرش. طبعا هي اغلى شويه من هناك، تقريبا اغلى كده حوالي 20 جنيه ولا حاجه، بس مفيش اي مشكله. انا هقول له باي ناو. بعد ما ادوس هنا على باي ناو بيعمل عمليه بروسيسنج. بعد كده بيقول له hello thank you for pursuing internet download manager. بيقول لي هنا please save this information or record your brochure. also we have sent الحاجات دي للايميل بتاعي، وطبعا اداني هنا your serial number اهواتي، ده السيريال نمبر بتاعي. ولو انت عندك اي مشاكل او اي حاجه طبعا تواصل معاهم وكده انت تبقى اشتريت لايسنس اصليه من الابليكيشن، مش محتاج اي كراك ولا اي بادج ولا اي طريقه غير شرعيه. طبعا بعد ما بعت لي البيانات دي انا على طول هخش على الايميل بتاعي علشان اتشيك المعلومات بتاعتي. بيقول لي هنا اول حاجه انت هتروح على الداونلود بيج علشان تعمل داونلود لاخر نسخه من البرنامج. هروح اقول له تمام، وديني يا سيدي على الداونلود بيج. الداونلود بيج هنا بيقول لي داونلود الابلكيشن اهو. هدوس على كلمة داونلود انترنت داونلود مانجر ناو. على طول هلاقي البرنامج بمساحة 10 ميجا بايت بينزل معايا. هنتظر لحد ما البرنامج ينزل. بعد ما البرنامج نزل معايا هدوس هنا على opening، بعدين هقول له يس واعمل عملية انستوليشن عادي جدا ما فيهاش اي مشاكل. هختار اللغة ولتكن اللغة العربية وهقول له التالي واوافق على الشروط والتالي 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 وكل الحاجات دي. طبعا ممكن تتغير اللغة وتعمل اي حاجة انت عايزها بعد كده هنقول له انهاء. على طول هلاقي البرنامج بيفتح معايا وبيقول لي هنا لازم تعمل اعادة تشغيل لجوجل كروم. هقول له اغلاق وتمام، واقول له تمام موافق على كل الحاجات دي، وبيفتح هنا عشان الاكستنشن. هطلع من الحاجات اللي بيفتحها لي. بعد ما ثبت البرنامج وتمام هروح على جوجل واكتب انترنت داونلود مانجر اكستنشن او الاضافه يعني بتاعه جوجل كروم. على طول هدوس على اول لينك هيفتحه لي. بعد كده هدوس على اللينك الطويل اللي انتم شايفينه قدامكم ده، هيروح على طول فاتح لي الكروم ستور او المتجر بتاع جوجل. طبعا هقول له هنا الاكستنشن موجوده عندي بس انا مش عامل لها enable، فعلى طول هقول له enable this item. وبعد كده خلاص هلاقي الاداه اتفعلت معايا ما فيهاش اي مشكله. بعد ما ثبتنا الاضافه هروح على طول على البرنامج ودبل كليك عليه وافتحه، وهلاقي كلمه فوق هنا اسمها التسجيل. هدوس عليها وهدوس على كلمه التسجيل ومن خلالها هكتب البيانات بتاعتي. وطبعا هنا هيطلب منك الاسم الاول واسم العائله والبريد الالكتروني والرقم التسلسلي. هكتب البيانات دي عندي البريد الالكتروني اللي انا سجلت بيه وهقول له كلمه حسنا. هيقول لي هنا الرجاء الانتظار، نستنى شويه. هقول له هنا في كلمه التسجيل هيقول لي تم تسجيل البرنامج. زي ما انتم شايفين هنا هيقول لي هذا البرنامج مسجل باسم كامل حنا والرقم التسلسلي الخاص بك هو ده. وبس كده البرنامج اشتغل معايا واللايسنس تمام وكل حاجة تمام. روح مثلا على يوتيوب زي ما انت عايز هتلاقي افتح مثلا اي فيديو وليكن مثلا تروح على التشانل بتاعتنا ونروح على اي فيديو احنا عايزينه. وبعد كده لو انتوا شايفين هنلاقي كده ببلاش من غير ما تدفع ولا جنيه. كل ده هتقدر تعمله من خلال الايميل الاكاديمي. ويلا نبدأ في الفيديو. التعريف يعني مش محتاج اي شرح ولا اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده الحاجة اللي اكتشفتها وبعد ما انا اشتريت وخلصت البرنامج هي ان ليهم وكيل في مصر. ولو دوسنا هنا على كلمة باي ونزلنا تحت شوية كده هنلاقي مكتوب also you can brochure IDM from our official reseller in Egypt. هندوس هنا
RS اريبيا. لو دوسنا عليها هلاقيه بينقلني لصفحة انترنت داونلود مانجر، تقدر تشتريه من الوكيل الرسمي في مصر، ودي حاجة ممتازة جدا جدا. وزي ما انت شايف اهو حاليا البرنامج ب385 جنيه بدل من 450 جنيه. وكمان لو انت اشتريت اكتر من نسخة هتستفيد بخصم 33%، هيبقى النسخة ب300 جنيه بس. فلو انت وصاحبك اشتريته مثلا نسختين او 3 او 4، كل واحد هياخد النسخة ب300 جنيه. زي ما انت شايف هنا انت تقدر من هنا كده هتشتري. كمان تقدر تشوف كل مميزات البرنامج هنا اهو. وكمان تقدر لو انت عندك اي مشكلة تتواصل مع دكتور احمد اشرف احمد نعيم، وده ارقام الموبايل بتاعته. وفي كمان هنا اسمه ايه ده الحاجات التانية. وكمان هنا بيقول لك لمعرفة طرق الدفع المختلفة يمكنك زيارة صفحة كيفية الشراء او اضغط على هذا الرابط. لو انت دوست هنا باي هتلاقيه بينقلك على طول لصفحة الشراء. وصفحة الشراء هنا تروح على باي بال او اي حاجة تانية. وخلينا هنا لو مش عارفين نشتري بندوس هنا للاشتراك من داخل مصر، ممكن باي بال. الاشتراك التانية عن طريق مدينة المنصورة، لو انت في المنصورة عن طريق فودافون كاش برضه متاح، او اي محفظة الكترونية لاي بنك، او مكنة فوري، او فون كاش، او سمارت واليت، او عن طريق تحويل بنكي للاستاذ برضو احمد اشرف. بنك كريدت اجرال مش عارف ايه كده. المهم البنك ده يعني فرع المنصورة، وادي رقم الحساب، ومفيش مصاريف تحويل، والتحويل عن طريق البنك الاهلي. بص في حاجات كتير اهي تقدر تعمل اي حاجة انت عاوزها. فبجد يعني الدنيا ايزي جدا انك تشتري البرنامج وبتكلفة قليلة، كمان 385 جنيه او 300 جنيه. فدي كانت كل حاجة. يلا نرجع للاستوديو بتاعنا. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو اكيد طبعا ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو، وتعمل اشتراك في القناة، وتفعل جرس الاشعارات، عشان يعني انت ممكن تعمل اشتراك في القناة وما تفعلش جرس الاشعارات، فمش هيجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هتنزل اللي هتبقى جامدة، ولا انت هتشوف الفيديوهات القديمة. فبص من الاخر كده فعل جرس الاشعارات. ولو عندك اي سؤال اكيد اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واحب جدا اعرف رايكم في الحلقات اللي من النوع ده في الكومنتات اسفل الفيديو. واشوفكم بخير الفيديو الجاي. يلا رمضان كريم عليكم، سلام عليكم، يلا سلام. يا رب تكون عملت اشتراك بقى وكده.